تبين أن الفنانة المغربية دنيا بطمة لم تغادر التراب الوطني، على عكس ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية عقب مشاركتها مقاطع فيديو من داخل الطائرة. وأثارت دنيا بطمة شكوك متابعيها عبر حسابها الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن سفرها خارج المغرب، إلا أنه تبين بعد ذلك أن بطمة سافرت لمدينة الناظور، ذلك من أجل إحياء حفل للزفاف. واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من عدم مشاركة الفنانة دنيا بطمة ستوريات أو فيديوهات توثق من خلالهم حفل الزفاف كعادتها، مما جعل عددا من المتابعين يؤكدون أن الفنانة كانت متعمدة لإثارة الشكوك. ولا زالت الفنانة دنيا بطمة ممنوعة من مغادرة التراب الوطني، وذلك منذ شهر يناير 2020 على خلفية تورط اسمها في قضية ما بات يعرف إعلاميا بحساب حمزة مومبيبي.